مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله نتوما بالصحه والهنا، صحه رمضانكم. الوغ اليوم جيت نسيي لا روسيت بلوتو سيت لا روسيت تاع ليليا. هاد المملحات اللي راكم تشوفوا فيهم sur انستغرام، جوست درت شويه تعديلات بارابور لا فارس. دونك انا استعملت هنايا البولي كيما راكم تشوفوا، قطعته صغير، درت له الزيت شويه ملح، خليته يتقلى. كي تقلى هكذايا ودخل له شويه طياب، ارميت له البصل يكون بيان سور غابي ولا مرحينه في الميكسر. درت الكركم، راس الحانوت وسكنجبير، دخلطوهم مليح مليح حتى وين يتبان لي هذاك البصل ويتكراميليزا. اي بي نروحو نضيفو لهم الزيتون دي نوايوتي مقطع هكا صغير ومشل شحال من تشليله باش نقسلو الملوحيه. نرميه لداخل، نخلط كاع الخليط مع بعضه. اي بي نزيدلو المعدنوس من الفوقه. على فان نزيدو لاصوص فروماجير. دونك كيما راكم تشوفوا كنت ديجا طيبتها على بها، ما حطيتش الوصفه هنا، تلقاوها في اليوتيوب. دوك نحطكم في صندوق الوصف الرابط تاعها. فوالا كيما راكم تشوفوا فيها. اي بي نروحوا نوجدوا المملحة تاعنا. نستعملوا هذا الخبز السوري، يعني انا هذا الخبز السوري حقيقة ما عجبتنيش الكاليتي تاعو. دونك هاد الوصفة تاع اليوم تعتمد كاع على البنة تاع الحشوة، اي اوسي تعتمد على لا كاليتي تاع هاد الخبز، باسكو اذا ما يصلحش هاد الخبز ما تصلح لكمش الوصفة، شغل ما تكونش بريزونطابل، ما تقدروش تقدموها للضياف. دونك احنا اذا حبيتو ديروا لي كورني قسموهم هكا كيما راكم تشوفوا على 4 داكوغ. وجدوا تاني واحد لاكول. هاد لاكول سي دلا فارين اولو، هذا مكان راه مخلطين مع بعضهم باش كي نروليو هذوك لي كورني كي نفورميوهم نلصقوهم بها كيما راكم تشوفوا هنا. تبعوا معايا الطريقه. ابخي نحطوهم كاع في السنيمه ونبداو نفارسيوهم كيما راكم تشوفوا بمغرفه صغيره، نعمروهم حتى الفوق ونحطوهم بهذه الطريقه. دونك نسخنوا الفوق، نخلوه يسخن، نشعلوه من الفوق ومن تحت، ندخلوهم واحد 5 مينوت ولا قيت ما يحمروا ونخرجوهم. بيان سور يحمروا من الفوق ومن تحت. دو بريفيرونس توجدوهم قريب وقت الفطور باش ما يجوكمش يابسين. الوغ كي هذيك لو بان هذاك ما عجبنيش لي باني، راح نديرهم شغل سامسا يجوا مثلثات. دونك حنبدلهم الشكل. بالنسبه لطريقه التحضير كيما راكم تشوفوا معايا، نطويو ونقسموا لو بان ليباني على زوج، ندو المورسو هذاك العريض يعني. بي نطويوه شويه من الفوق، نحطوا لا فارس تاعنا دو كوتي هكذا كيما راكم تشوفوا. ما تعمروهاش بزاف باش ما تخرج لكمش، ما ديروش شويه باش تجيكم بنينه. ومن بعد تبداو تطويوها بهذا الشكل بشويه، اشاك فوا تطويو سيو تزيروها. وهذاك المورسو اللي يقعد دخلوه لداخل، ومن بعد حطوه في البانينوز. ما تعبزوش بزاف باش يعني يبقى شايد لنا لا فورم وما تخرجش كاع لا فارس لبرا. فوالا سي ان دوزيام ايسي باش تشوفوا برك طريقه التحضير. اشاك فوا كيما راكم تشوفوا ندور نزيد نزير ونحطها في البانينوز حتى يتحمروا لنا بيان. يا شاك فوا قلبوهم، اذا حمرت جهه دوروا الجهه الثانيه باش يحمروا. وهاوليك الشكل النهائي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.